السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوي سمك في الكانون. ده الكانون اهو انا مولعاه. ادي السمك، عشان طبعا السمك على البوتاجاز ما بيتشواش كويس، وعشان اشويه بره الكيلو بالشيء الفلاني الشوي، فانا هشويه هنا في البيت. لو حطيت الغدة دي اللي هي نخالة القمح. طبعا بيبصوا على المطرحة اهو، ناخد من النخالة من هنا نحط على المطرحة. بصينا المطرحة كده، طبعا النار لازم تبقى حامية قوي. شوفوا النار من تحت حامية جدا. ده كانون انا عاملاه. نكمله بقى. هنا بنحط بقية السمك اهو. وبنوسع بقى في سمك يعني ايه يعتبر جاي جزء منه على التاني، بنوسع اهو. نعمل الكانون ده حاطه رملة تحت في الارضية، وحاطه طوب كده، وفاتحه برميل وحاطه فيه كده، وحاطه الحديدة دي اسمها عرصة بتاعة الفرن الغاز. طبعا ما عدتش بجيب انابيب غاز عشان الغلا اللي احنا بقينا فيه، فعملت الكانون ده عشان اعمل فيه الحاجات اللي انا مش هعملها بالغاز، اللي بتحتاج فرن، عشان الشوي على البوتاجاز مش بيبقى حلو. طبعا لسه نقلب بقى، شايفين؟ نقلب السمك اللي هو اسمر من تحت كده، شايفين اهو. دي الحديدة دي اسمها عصاية فرن، بقلب بيها السمك. احلى طعم سمك بيبقى هو ده. احنا قرايبنا كلهم لما بيجوا عندنا وانا عامله حاجه هنا في الكانون او في الفرن، بيبقى طعمها ايه خرافه. على فكره ممكن لو حد عنده سطح ممكن يعمل يعني، بس بيحط بقى ايه، بيرفع الحاجه دي من على السطح، يعني ما بيبقاش منها للسطح على طول، لا بيحطوا ملح كميات كبيره، وبيحطوا طوب، وبعدين يحطوا تاني رمله وكده، بيرفعوها عن السطح خالص ويعملوا. شايفين؟ ده طبعا عشان النار حامية فبيعمل على طول كده اهو. هنا النار تحت كده في ناحية الجنب ده مش حامية قوي،
انا هزود لها خشب. هي النار بدأت تهبط شوية اهي. انا خايفة على التليفون من الصهد. بصوا انا هطلع بقى ايه اللي هو طاب، هطلعه في بره كده، واخلي اللي لسه احطه في نص الفرن من جوه، في نص الكانون. لسه طبعا دي شويه اهو، اللي جوه ده هو اللي ايه خلاص. بصوا اهي من فوق ومن تحت اهي. هطلعها هنا شايفين. اجيب اللي في الجناب بره كده ادخله في النص. طبعا هنطلع اللي طاب بقى، ننزله من على الكانون كده اهو. احنا بنحط هنا في الاول كده شويه عشان ما يبقاش فيه دم ولا حاجه، يعني كل ما هو ايه خد الصهد شويه كده، ما تيجي تاكلي ما تلاقي الشوي كويس يعني. بدخل اللي هي لسه هدخلها الحيطوه واطلع ايه اللي هو خلاص. مش عارفه التصوير بقى، دي طبعا لسه اهي شويه هحطها تاني. انا بمسك بايدي، هو سخن مولع طبعا بس انا متعوده على الحاجات دي. متنسونيش اللايك والشير وسبسكرايب عشان نعمل حاجات كويسه دايما مع بعض، ونشوف ايه اللي ممكن يساعدنا في المعيشه. اهو بجيب اللي بره اهو بدخله جوه. طبعا اللي احنا طلعناه ده اهو هنحطه ايه في التمليحه دي، ميه وشطه وكمون وتوم. ونحط فيها السمك
ونسيبه شوية وبعدين نبقى نطلعه. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.